عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. لا يدع أحدا يمر بين يديه. المالكية يجعلون المصلي مع المار 4 صور. الصورة الأولى أن يصلي المصلي إلى سترة ويمر المار بينه وبين سترته، وله مندوحة أن لا يمر هناك، له ساعة أن لا يمر بين المصلي وسترته، فهذا يأثم المار فقط ولا يأثم المصلي. لماذا؟ لأن المصلي يصلي إلى سترته فاتخذ ما ينبغي له اتخاذه، ويأثم المار لأنه الذي مر بين يدي المصلي وله ساعة، له مندوحة أن لا يمر في ذلك المكان. واضح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يصلي المصلي إلى سترته ويمر المار بينه وبين سترته، لكن لا مندوحة له عن المرور في ذلك الموضع، يعني ليس له للمرور إلا بين المصلي وسترته، فهذه لا إثم فيها على أحد، لا على المصلي لأنه فعل ما يجوز له ما يستحب له، ولا على المار لأنه لا مندوحة له عن المرور من ذلك الموضع. الصورة الثالثة أن يصلي المصلي إلى غير سترة ويمر المار بين يديه لا مندوحة له إلا ذلك الموضع. مفهوم الكلام؟ من يأثم هنا؟ المصلي فقط. لماذا؟ لأنه عرض الناس للمرور أمامه، والمار لا يأثم لأنه لا موضع للمرور إلا هذاك. الصورة الرابعة لكم اليوم أسمع جعجعة ولا أرى طحينا يعني لكي أظن أن صوته ضاع وسط الأصوات. الصورة الرابعة أن يصلي المصلي إلى غير سترة ويمر المار بين يديه وله مندوحة ألا يمر بين يديه. هذه الصورة 4. فهذه الصورة يأثمان جميعا، لأن المصلي لم يتخذ سترة وعرض الناس، ولأن المار له مندوحة في ألا يمر ومع ذلك مر وارتكب المنهي عنه. إذن هذه صور 4، وذكرها خليل في قوله: وآثم مصل وآثم مار له مندوحة ومصل تعرض. وآثم مار له مندوحة، أما الذي لا مندوحة له لا يأثم، ومصل تعرض، أما المصلي الذي بينه وبين الناس سترة فلا إثم. نعم.